انت تدري شنو الكوارث الصايره بنادي ريال مدريد؟ الكارثه الصايره انه قبل ساعات قليله رسميا نادي ريال مدريد عرض فينيسيوس للبيع، وبشكل رسمي اداره نادي تشيلسي تتواصل مع اداره نادي ريال مدريد من اجل شراء رودريجو. هاي اجت نتيجه التوتر اللي كان صاير بالكلاسيكو وتبديل فينيسيوس والكلام اللي صار بين فينيسيوس وتشافي الونسو، هذا سبب رئيسي بتوتر العلاقه بين اللاعب والمدرب. اما رودريجو يطمح بانه يكون اكثر لعب داخل الملعب. والكارثه الاكبر من هذا انه الصحافه الاوروبيه تتكلم بشكل رسمي انه لواعيب نادي ريال مدريد يتآمرون للاطاحه بتشافي الونسو، وكل احنا نعرف بعد اسبوع اجتماع مع تشافي الونسو وبيريز وكامل اداره نادي ريال مدريد، ومن المعروف ان تشافي الونسو اي تدخل بقراره راح يقدم استقاله، وكل هاي الامور راح تاثر على نادي ريال مدريد سلبا. ولا ننسى احنا الموسم بدايته والفريق الملكي يعاني من مشاكل بسيطه، وتجيك هيك امور خارجيه راح يضطر النادي بدخول ازمات هو في غنى عنها. وانتم كرياضيين شنو رايكم؟ هل بيع فينيسيوس ورودريجو هو الحل لريال مدريد؟